يسعد اوقاتكم، برحب فيكم. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم رح نعمل بن صدر دجاج واحد بس، اكله اقتصاديه موفره، كتلة فيتامينات ومعادن. مش رح تصدقوا انه صدر دجاج واحد عطاني كل هيدي الكميه. ركزوا معي بكل تفصيله. رح نبلش بالوصفه، واذا كنتوا جداد معي بالقناه لاول مره بتشوفوني انا بدوره، بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس تيوصلكم مني كل الاشياء اللي عم بعملها. ويلا على الوصفه. رح نحتاج صدر دجاج واحد. بنبلش انه نقطعه بهيدي الطريقه وننعمه بعدين على الاخير بالساطور. مثل ما شايفين انا معي ساطور، عم بستخدم الساطور، قطعته فيه وضلتني قطع تنعمته على الاخير. فيكم تستخدموا اذا عندكم قطاعه الملوخيه كمان بتنفع، واذا كمان حابين تريحوا حالكم ومتواجد بالبيت فيكم تستخدموا المولينكس او محضره الطعام، تطحنوا اللحمه فيها ما بيأثر. واحتجت لبصله قطعتها كمان ناعم مع سنان توم، وكمان حضرت على جنب بقدونسة نص دمة تقريبا، غسلتها منيح بالمي والملح ونقعتها وعم بفرمها وبخلط المكونات كلياتها مع بعضها البعض. وبحضر عندي بتنجانة حجمها شوية كبير مثل ما نكون شايفين، فيكم تحطوا بتنجانتين صغار ما في أي مشكلة. ببلش إني أقشرها هيك وبقطعها. بعد ما أقطعها برش عليها رشة ملح. بتعرفوا كيف إنه الملح للبتنجان بيساهم إنه ينزل كتير من ميته، وكمان وقت يلي بدي أقليه مش رح يشرب كتير زيت. بنبلش انه نقلي البتنجانات بالمقلاية، طبعا ما بنحمصهم كتير، اكيد بنقليهم نص قلية، بنشيلهم وبنحطهم على جنب. وطبعا ما بننسى نحط محرمتين تحت الصحن تيشربوا كمية الزيت اللي عم تنزل من البتنجان المقلي. وبنرجع للدجاج اللي كنا فارمينه بالاول مع البقدونس والبصل والثوم، وبنخلطهم مع بعضهم، بنشكلهم على شكل عجينة. اول شي بهالطريقه قد ما فيكم نرجعوا نعموا شوي، اذا حسيتوهم لسه خشنين بعدين اعجنوهم مع بعضهم تيصيروا قوام واحد. والبهارات يلي تبلت فيها الدجاج هن معلقه 7 بهارات ومعلقه بهار دجاج، وكمان حطيت معلقه صغيره كركم. طبعا ما بننسى كمان نحط معلقه ملح. حابين تضيفوا كمان معلقه فلفل احمر ما في اي مشكله، او شطه الدهن كمان ما في اي مشكله، بس انا حبيت ان تكون اللحمه مش حاره عندي. هلا انا لهيدي الخلطه دائما بحط معلقتين طحين. الطحين بيساهم انه اللحمه ما تكش وقت بدي اقليها او وقت بدي احمصها على النار، ما بتكش، بتحافظ على حجمها وما بتنزل كتير منها. وبعجنها منيح مثل ما نكون شايفين بهيدي الطريقه. وهلا صارت جاهزه عندي تقريبا. ببلش اني اقرصها على هيدا الشكل. بعملها اول شيء مثل كرات صغيره، بعدين بعملها على شكل قرص مدور. فيكن تعملوها أصابع كمان بتمشي بهيدي الوصفة، إذا بدكن أصابع بدكن، أو مثل ما أنا عم بعملها الدوائر على شكل أقراص. يعني أنا بحب هيدي الطريقة أكتر، بحسها أحلى بالأكل وأشيك. كمان إذا بتحبوا قراص أبدا مثل قراص الكفتة العادية، شكلوها بالطريقة اللي بدكن إياها. وهون أنا خلصت الكمية كلياتها. الفكرة إنه مش ضروري نشتري فروج كامل، أو مش ضروري نشتري 3-4 كيلو دجاج تنعمل أي وصفة. فينا بس بصدر دجاج واحد نعمل منه أطيب أكلة. هلأ رح تشوفوا كيف عملناها بالأخير. وهلأ هون صارت عندي الدجاج جاهز كلياته مشكل. رح حط نقطتين زيت بقلب مقلاية، ما رح كتر، نقطتين بالعدد، بدهنهم منيح. وبلش إني قلي الدجاجات. انتبهوا لا دغري بتستوي، ما بتاخد كتير وقت على الغاز، يعني حتى اقتصادية بالغاز. هيدي الأكلة كلياتها ما بتاخد وقت كتير. حرفيا أخدت معي نص ساعة إلى 35 دقيقة لكان كل شي عندي جاهز ومركبتها على الغاز. هلأ اللي بدي أعمله إني رح أجيب طنجرة صغيرة أو كسرول، بنحط بقلبها مي تقريبا 5 كبايات مي، بنحط مكعبين ماجي وبنحطها على النار وبنغليها. راح نجيب عندي هون تقريبا كيلو رز. انا جبت رز البسمتي اللي هو اطيب رز اكيد موجود بالسوق، كلياتكم بتعرفوا قديش طيب رز البسمتي. كان عندي جزره بالبراد وحبه بندوره، قطعتهم منيح وغسلتهم طبعا قبل ما قطعتهم، حطيتهم بالطنجره من تحت، حطيت فوق منهم البندوره. بكفي حبه حبه، ما في داعي ابدا للكتره. وبنحط اللحمه اللي قرصناها على جنب واللي قليناها بهالطريقة مثل ما نكون شايفين. أنا عملت طبقة بتنجان طبقة لحمة، يعني خليت البتنجان بين اللحمة من فوق ومن تحت.
وسقطت عليهم الرز. بدي الفت نظركم انه هيدا الرز بياخد وقت بالنقع، يعني تقريبا بياخد له ثلث ساعه لنص ساعه نقع، اذا مي بارده، اذا مي سخنه حطوا شويه مي سخنه، وخلال 10 دقائق بيكون جاهز الرز البسمتي. زبطتهم بالطنجره، عملت المستوى كلياته نفس المستوى، جلستهم. وهلا ضل عندي اني اضيف البهارات. حطيت بهار كبسه، وحطيت نوع تاني من بهار الدجاج، وكمان حطيت ملعقه 7 بهارات. هيدي المكونات كلياتها رح ارجع اكتب لكم اياها بصندوق الوصف تتسهل عليكم للي بيحب يجرب ان شاء الله، واللي رح ينفذ هيدي الوصفه اللذيذه والموفره. الصوص اللي كان على الغاز تقريبا غلي عندي، طفيت تحت منه، وهلا رح اسكبه فوق الرز. اذا كان عندكم مرقه دجاج فيكم تحطوا مرقه دجاج محتفظين فيها بالبراد كمان بدون المكعب الماجي، انا ما كان عندي. هون حطيت معلقه ليه خروف انا محتفظه فيها بالبراد، تدسم شوي الاكله. مثل ما شفتوا نحن ما حطينا كتير لما قليت الدجاج ما حطيت كتير زيت، حطيت نقطتين بالعدد، فحبيت اني احط معلقه ليه خروف. فيكم تحطوا معلقه زبده او كمان معلقه سمنه المتوافر. وتقريبا خلصت، حطيتها على النار. مجرد ما صارت النار هون بتكون متوسطة، مجرد ما صارت تغلي بهيدي الطريقة بوطي الغاز وبغطي الطنجرة وبنطرها. هون صارت عندي الوصفة جاهزة تقريبا بعد مرور نص ساعة. وهلأ ما حدا بيعرف قديش تعذبت قلبت الطنجرة، كانت تقيلة. المهم اني قلبتها وصارت جاهزة. شوفوا بسم الله الشكل ما احلاه. طبعا هيدي الاكله بدها لبن اكيد. والف صحه وهنا، وبتمنى منكم انكم تجربوها. كتير 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 طيبه، تقريبا مقلوبه بنكهه جديده بطريقه جديده، موفره جدا جدا جدا، وكتير فيها فيتامينات ومعادن. والف صحه مره تانية. وخلصت وصفتنا لليوم، بنلتقى ان شاء الله بوصفات تانية، ولا تنسوني من الاشتراك واللايك، وباي باي.